أخطاء قاتلة بيقع فيها وسطاء العقارات وبتطير العميل من غير ما تحس. في صفقات بتضيع لأسباب منطقية، والله العميل لقي عرض أرخص مثلا، أو وضعه المالي اتغير، أو أجل القرار. بس في صفقات بتضيع عشان حاجة تانية خالص، غلطة من الوسيط. غلطة صغيرة ممكن، بس تأثيرها كبير جدا. تعال نشوف أهم الأخطاء اللي ممكن تضرب شغلك وانت مش واخد بالك. رقم 1، عدم الجدية في أول انطباع، أول رسالة، أول مكالمة، أول مقابلة. العميل هنا بيقيمك مش بس كمعلومة، هو بيشوف هل بترد بسرعة، هل كلامك واضح، هل صوتك مهني، هل عندك إجابات ولا قاعد بتألف. لو أول انطباع ضعيف، العميل هيرجع للمنصة ودور على غيرك. رقم 2، إنك تعرض كل المشاريع على كل العملاء. العميل بيقول لك والله أنا بدور على وحدة قريبة من الشغل ومدرسة لأولادي، فتبعت له 12 مشروع فيهم شقق وفلل، فيهم اوف بلان وجاهز، وتبعت له في الصحراء وفي الداون تاون. ده اسمه ايه؟ ده اسمه تشويش مش خدمة. انت كده مش بتقنعه ان السوق كبير، انت بتخليه يحس انك مش مركز معاه اصلا. رقم 3، الكلام الكتير والتفاصيل القليلة. العميل مش عايزك تبهره، هو عايزك توضح له. فلما تقعد تحكي له عن المطور والمول والبلكونة وسعر القدم وهو لسه ما فهمش مثلا خطة الدفع، فانت كده بتضيعه. ابدأ باللي هو مهتم بيه، مش من اللي عندك في البروشور. رقم 4، الوعود الكتير من غير تأكيد، زي انك تعرف تجيب له اكسبشن، زي انك تقول له هجيب لك اقل سعر وحدة في المشروع، وترجع تقول له والله ده انا هكلمك بكره اول ما يوصلني ابديت. تاني يوم ما تكلموش ولا اي حاجه حصلت. هنا العميل بيختبر مصداقيتك في التفاصيل الصغيره، فلو وعدت نفذ، ولو مش متاكد ما توعدش. رقم 5، ضغط زايد عن اللزوم. احنا هنقفل قريب، في حد تاني مهتم بنفس الوحده، لازم تحجز النهارده، والعميل اصلا لسه ما استوعبش العرض. كده انت مش بتقفل الديل، انت كده بتطفش صاحب الديل. البياع المحترف مش بس بيضغط، البياع المحترف بيرتب الافكار ويظبط توقيت مظبوط. رقم 6، المتابعه الغلط. كل يوم رساله، كل شويه اتصال، كل مره نفس السؤال، ها قررت ايه، عندك جديد؟ دي ما اسمهاش متابعه، دي اسمها مطارده. تابع باضافه مش بتكرار، وخلي رسالتك دايما فيها قيمه جديده مش مجرد تسجيل. الخلاصه، العميل مش دايما بيقول لا بصوت عالي، ساعات بيقولها بسكوته او بتجاهله او بسماعه لوسيط تاني. لو فهمت الغلطات دي هتبدأ تشتغل بمنطق تاني خالص، منطق الوسيط اللي بيشتغل على الثقة قبل العمولة وعلى العلاقة قبل البيعة. في الفيديو اللي جاي هندخل على نقطة بيع جديدة. فين بتبدأ علاقتك الحقيقية بالعميل؟ على السوشيال ميديا ولا على الواتساب؟ وهل انت براند ولا مجرد رقم على الواتساب عند العميل؟ تابع السلسلة عشان الوسيط الذكي مش بس بيتفادى الغلط، ده بيخلق بصمة.